السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الهاند ووش بمكونات سهلة جدا، وان شاء الله تعجبك وتنورك واستحسنك. نبدأ ان شاء الله على بركة الله. بس لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس وصلك مني كل جديد. كده انا بوريكي معلقة واحدة بس من الهاند ووش عملت رغاوي قد ايه. حاجة كده تحفة، ريحة وقوام وكل حاجة فيها ان شاء الله هتعجبك وتنورك واستحسنك. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة هحتاج لتر من المية. هنحط لتر من المية ونحط فيه 100 جرام من التكسبون، ونقلبهم ونسيبهم من بالليل لغاية تاني يوم الصبح عشان التكسبون يدوب. التكسبون ما بيدوبش بسرعة، لازم تدوبيه بطريقتين. يا إما بالطريقة دي تسيبيه لغاية تاني يوم هيدوب لوحده في المية مفيش مشكلة، يا إما تعمليه بالملح، دي طريقة تانية. طيب حطينا تكسبون 100 جرام تكسبون في ميه وقلبناه وسيبناه لغايه تاني يوم. ده كده تاني يوم التكسبون داب. هنحط عليه ده جريسلين، هي مكونات سهله وبسيطه وبتخلص بسرعه. ده كده جريسلين، معلقتين كبار جريسلين هنحطهم على التكسبون. كمان هنحط 2 جرام من الماده الحافظه. اللتر عليه 2 جرام من الماده الحافظه، وهنقلب طبعا. قلبي كويس، لازم اي حاجه تحطيها قلبي كويس، وخاصه الماده الحافظه لازم تمتزج مع السائل كله. ده كده ريحه، انا عملت ريحه الخوخ. وده لون. خلاص احنا عملنا كده كل حاجه. الهاند ووش ما هو الا تكسبون دايب في ميه لغايه تاني يوم بس. يبقى احنا حطينا تكسبون وماده حافظه وحطينا ريحه وحطينا ايه تاني وحطينا جريسلين بس. هتقلبي بقى كويس. نقلب كويس عشان نمتزج الحاجات كلها كده مع بعضيها. وكده عملنا لتر من الهاند ووش تحفة وجميل، بيرغي وبينضف وحاجة كده. هو تحفة يعني، ينفع هاند ووش، ينفع شامبو، ينفع شاور. كده هنعبيهم في الازاز. الازاز دي بتتباع عند اي حد بتاع البلاستيكات والازاز والكلام ده. مش غالية، رخيصة جدا. هنملى الازازتين وهيفضلوا حبة كمان. حطيهم في اي حاجة لما واحدة من الازاز تفضى شوية. كده جميل. هنجرب لك بقى دلوقتي الرغوة بتاعتها عاملة ازاي. بصي معلقة واحدة بس، بس حابة اللي انا حطيتهم قد ايه. بس الرغاوي غير بقى من انه منظف تحفة، جميل جدا جدا. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبك ونرضاك واستحسانك. ما تنسينيش في اللايك. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.